لو بدأت شرارة الدم تاني العلاج التاني هيموت. فجوا الصبح قالوا احنا اتخانقنا وقتلنا واحد. العين بالعين والسن بالسن. مشاجرة بسبب ركنة عربية. أنا على أتم استعداد اللي هم عايزينه أنا تحت أمرهم فيه، وطبعا في ربنا إن هم يعفوا عننا لوجه الله. انا طبعا لازم ارضى، كتير لازم ارضى، قليل لازم ارضى. اهلا بكم من جديد. يسعدني ان ارحب بضيوفي على المنصه حضره اللواء محسن الجندي مدير امن سوهاج الاسبق. مساء الخير سياده اللواء. الدكتور محمد زكي الامين العام للجنه الدعوه والمصالحات بمشيخه الازهر الشريف. اهلا وسهلا. مساء الخير. والدكتور احمد ماهر عبد الباسط وكيل لجنه المصالحات ببيت العائله باسيوط وعضو لجنه المصالحات باسيوط. مساء الخير. اهلا وسهلا. الحكاية الأولى في حلقة الليلة حكاية تعبر عن واقع بشكل مقتضب لواقع صغير، يعني تعبر عن واقع صغير لواقع كبير نعيشه وتعيشه بعض المناطق في مصر. حكاية عبد العزيز محمود محمد من مركز البديري بأسيوط. أسرة الحاج عبد العزيز دخلت في مشكلة مع عائلة أخرى من نفس القرية أدت إلى تشابك ومن ثم بإطلاق النيران، ووقع على أثرها ابن الحاج عبد العزيز قتيلا، فلم يهدأ ابن شقيقة الحاج حتى أخذ بثأره، ونتيجة لتلك الخصومة صدر حكما على نجل الحاج عبد العزيز الثاني بالسجن 15 سنة مع الشغل، ويقول ما بقاش في حاجة ممكن أخاف عليها. خلونا نشوف هذا التقرير الذي يلخص قضية الحاج عبد العزيز محمود محمد، ومن ثم نكون معه مباشرة. اللي احنا عرفناه ان هم كانوا جايين واقفين بسلاح قدام بيته، وطبعا احنا من العوايد بتاعتنا ان غلط ان حد يقف بسلاح قدام بيتك يربط الحد او يضرب حد قدام بيتك، لانه لو ضربه قدام بيتك يعتبر ضربك انت. طبعا ده اتكلم مع الجماعه دول بذوق، قال لهم اتفضلوا وامشي. طبعا غلطوا فيه ودقوا فيه وضربوه وضربوا الواد بطلقه وراحوا ماشيين. فدي ابنه طبعا برضه وقف مع ابوه ان هو يمنعهم، يا اخوانا ما ينفعش تقفوا قدام بيتنا بسلاح وتضربوا حد. فطور الكلام زاد، اللي احنا عرفناه ان هم راحوا ضاربين ابن خالنا عبد العزيز ده هو، وبدات المشكله في كده. يعني لو حد قتل ابني واخد بالك، ربنا قال والقران قال العين بالعين والسن بالسن. طبعا ما رضينش بالصلح، خلاص احنا معانا عيالنا خدت حكم وهم واخدين حكم ومفيش اي صلح، كل ما يبعتوا لهم على الصلح رافضين الصلح. طبعا احنا بنناشد الناس دي كلها، لاي حد مثلا مختص في الدوله ان هو يتدخل يوقف يعني تيارات الدم دهيل عشان ما تزيدش، لان لو اتضرب حد تاني من العيله التانيه مش هتخلص. لو بدأت شرارة الدم تاني لا هيغنيها واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، العلاج التاني هيموت. وبالنسبة لي أنا ما خايفش، يوم ما الاقيش وما فيش حاجة، لو معايا بنت أخليها تكر وتموت. حاج عبد العزيز مساء الخير. مساء النور يا باشا. أهلا بيك. أهلا وسهلا. طبعا هذا الموضوع موضوع شائك جدا، يعني قصة الثأر وأخذ الثأر في بعض المناطق والمحافظات والقرى في مصر موضوع يعني ليس من السهل انك توجد حل له، ولكن شو اللي حصل معكم بالضبط حاج؟
قصة من بدايتها. مم. يعني بالنسبة لي أنا كنت أصلي في الجامعة أنا وابني المرحوم هيثم عبد العزيز، وجينا لقينا جماعة من العقال القبلي من أحد العائلات المحترمة في العقال القبلي قاعدين قدام يا اخواننا في هيك. قال والله الناس كانت معاهم مش من نفس العيله، قالوا ده مستنين واحد مخبر متعاركين معاه وعاملين له رباط على اساس يضربوه انا. قلت ازاي؟ انا ما حدش يضرب حد قدام بيتي. فطبعا حصلت المشاده الكلاميه بيننا ما بين بعض، واتطورت قعدنا نضرب في بعض. من ضمن انا مضروب بمطوايه كانت في ايدي هنا، ومضروب برضه بدبشه بندقيه متكسر اسناني. وده المتهم اللي قتل ابني ده هو سافر السعوديه. قتلوا بطخوا بالنار يعني؟ طخوا بالنار، ضربوا بالنار فجات طلقات في رجله، على اثارها توفى بعد يومين. صابوا في رجله وتوفى؟ طبعا نقل على المستشفى في اسيوط، واستقر يومين وتوفى. الله يرحمه. الله يرحمه. شو صار بعدها؟ طبعا زي ما انت عارف الوضع القبلي بالنسبه في الصعيد لازم من التار. طبعا لازم تاخذ تارك، لا ما تقدرش تعيش في بيتك ولا في مكانك. فطبعا حصل انه بعد احد الايام ما لقيناش، لقينا ابو اللي ضرب ابني. اللي ضرب ابنك سافر في نفس اليوم؟ سافر، ضربه في الليل، في الصبح كان مسافر راح السعوديه. طبعا هو مستقر هناك في السعوديه، هيشتغل وبعت فلوس، ومرته تسافر له وترجع البلد. طبعا اتهم ابني انا الثاني واخد 15، واولاد اخويا واخدين 15. فيهم واحد واخد من ولد اخويا سعودي واخد 15 بس ممسوك، مسكها الشرطه ومنفذ عليه 15 سنه ورفع له نقد. انا ابني وابن اخويا الثاني محمود ده لا واخدين احكام غياب. طيب مين اللي اخذ بالثأر؟ الشاب اللي قتل ابنك سافر وراح على السعوديه؟ الشاب اللي قتل ابنك سافر؟ طيب انتوا اخذتوا الثأر من مين؟ من ابوه. من ابو الشاب اللي قتل؟ طيب شو دخل ابوه؟ ما لقيناش حد، ما فيش حد صادفنا غيره هو. يعني هو ضروري كان حد يصادفكم من العائله تاخذوا الطار، ولا الطار كان لازم تاخذوه من الشخص اللي قتل؟ لانه حضرتك كمان بالتقرير ذكرت بمقوله مهمه، السن بالسن والعين بالعين. يعني السن بالسن والعين بالعين، يعني من قتل يجب ان يقتل اذا بدنا نحكيها بالسهل، بس مش ابوه يعني او اخوه. والله انا الموضوع ده هو خارج عن نطاقي. انا راجل يعني مؤمن بالله وبقضائه وقدره، ولكن ما احبش يعني اعوز ايدي بالدم. هو اتعملت من ورايا، انا كنت في شغلي وابني كان نايم في البيت المسمى اللي اسمه شربيني ده. نعم. لا يعني لحد قال قدامي اضرب ولا ما اضربش، غير جاتني اتصالات انه فلان اتضرب. مين اللي ضربه؟ انا دلوقتي ما اعرفش مين اللي ضربه، بس يقال انه بس احنا متهمين فيه. ما في شيء مؤكد، لانه هن يقال انه ابن اخوك هو اللي راح اخذ بالتار. الأقاويل انه ابن اخوي اللي راح اخذ بالتار طبعا، لكن انا ما اعرفش. لا هو قال قدامي ولا انا اعرف انه. طيب هو هربان ليه؟ اذا ما كانش هو اللي اخذ بالتار فهربان ليه؟ والله هربانه ما يعني منا ما تتعدل. يعني بالنسبه لنا الواحد عقبه طاير لغايه ما تمسك الحكومه. لما في واحد في السجن يقول لك منا منتظر. طيب انت
انت دلوقتي حج وين مرتاح اكثر؟ يعني انت مرتاح اكثر او مستقر اكثر فين؟ قبل الطار ولا بعده؟ يعني انت ارتحت اكثر لما اتاخد بطار ابنك، ولا قبل كنت مرتاح اكثر؟ لا، قبل ما اخذ التار كنت مرتاح اكثر. لكن دلوقتي ما كانش عندك مشكلة الضغط القبلي والعشائري والعائلي، انه انت ابنك اتقتل لازم تروح تاخد بطاره، لازم كل واحد له ظروفه. انا ظروفي كنت في الوقت غير مستعد لاخذ التار، على اساس اخذه في وقت اكون عندي ماليه. طيب ما زال انت كنت مرتاح اكثر قبل اخذ الطار، لما عرضوا عليك الصلح رفضت ليه؟ لانه تعرض عليك الصلح قبل ما تاخده بالطار، رفضت ليه؟ ليش ما قبلتش بالصلح يومها؟ لا، احنا ما تعرضش علي الصلح، تعرض بعد ما اخذنا التار، بس فيه ناس لها مآرب اخرى، ناس عايزانا ندمروا بعضينا، ما رضيتش بالصلح. يعني ممكن تشيل كفنك وتروح لهم دلوقتي؟ انا ازاي اشيل كفن؟ يا ما انا ولا ابني عنده واخد كليه اصول دين، عنده 23 سنه، شاب ما تجواش. اروح اشيل كفن انا واروح الواحد عنده 80 سنه؟ ده هو اللي عودنا عن خساره ابني. ده تعليم يعني بتعتبر اخذ الطار عوضك عن خساره ابنك؟ من ناحيه يعني انت بتقول انه الراجل ده، انه لما يعني بما معناه لما اخذتوا الطار بقتل الراجل ده، يعني اعتبرته انه ده عوضك عن مقتل ابنك، يعني هو العادات يعني طفى نارك بمعنى اخر. هو العادات والتقاليد كده. طيب دلوقتي انت حابب تصالح معاهم؟ والله انا يعني بالنسبه لي بالنسبه لهم عايزين يصطلحوا، ما يصطلحوش انا برضه يعني بالنسبه نادى اهل الخير اذا كانوا قابلين الصلح نصلحوا، علشان بالنسبه لي انا مهدد وهم مهددين. انا هذا اللي بدي اسالك، انت مش خايف يقتلوك؟ يعني قتلوا الكبير، قتلتوا الكبير بالعائله الثانيه. أيوة. مش خايف انه ياخذوا بالطار ويقتلوك شخصيا؟ معرض للقتل وهم معرضين للقتل. والحل يعلمه ربنا سبحانه وتعالى. طيب حاولتوا تتصلوا فيهم وتكلموهم؟ لا، أنا بالنسبة لنا ما تتصلش انت بخصمك. طيب ما حاولتوا عبر وسيط انه يتصل؟ ولا انت اللي هيتدخل بينك ما بين خصمك اهل الخير لكن مباشرة. طيب انت اليوم على الهواء، يعني انت اليوم اكيد هم شايفينك، وجه لهم الرسالة اللي حابب توجه لهم اياها، يعني لأهل القتيل، يعني اللي مات، يعني القاتل والقتيل، يعني انتم صرتوا بين قاتل وقتيل. اليوم العائلة الخصم اللي هي، لانه اليوم الطار ما بيجر الا الطار، يعني القتل جر القتل، راح يجر قتل، راح تقضوها كل العمر ناس تقتل ناس لتاخذ طار ناس، وهيدا بده يوصل لمكان وينتهي. اليوم نحن خلينا نحدد الخسائر بالشباب اللي راحت الله يرحمها. انت اليوم شو بتقول للعائله الثانيه؟ شو بتقول لهم؟ والله انا هم يعني خسروا واحد وانا خسرت واحد وتنزف وخسرنا ماديا وكل شيء خسرناه. اللي خسرناه عمرنا ما نقدر نعوضه. وليهم هم والجميع الناس المتخاصمه يعني عامه. بس هن تحديدا شو بتقول لهم؟ يعني وجه لهم لهم، يعني شو بتقول لهم؟ يعني هلا شو بتقول لهم؟ بتقول لهم مثلا انا بدي اجي لعندكم انهي هذا انا ما اقدرش اقول الكلام ده. ليه؟ ما تقدرش ليه؟ ما بالنسبه لي عيب بالنسبه لنا عيب. هو انا اللي اقدر اقوله كفى شر المؤمنين القتال. خليني بس اتوجه للدكتور محمد زكي.
دكتور، بحالة مثل هاي كيف فينا نحل المشكلة؟ يعني الحاج بيقول لك أنا عيب، يعني هو وكأنه بداخله في رغبة لوقف النسف بين العائلتين، إنه مشكل صار وقع أدى إلى وفاة ابنه ومن ثم إلى وفاة والد القاتل. طبعا الثأر راح يخلينا بدل ما يكون عندنا قتيلين راح يصيروا يمكن 10 و20 و100. يبدو في رغبة بمكان ما انه يتوقف هذا النزف. شو الحل؟ يعني اذا الحج هو شخصيا بده يطلب او يروح لعندهم، عيب بالتقاليد انه هذا معيب، شو الطريقة؟ المسلم على وجه الخصوص والإنسان على وجه العموم لابد وأن يكون يعني أهل صفح وعفو، وأن يكون يعني مهتديا مقتديا بنبيه صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا في المنطق والأصول والعموم. هناك موروث نعم. اجتماعي جاهلي. هذا الموروث أولا، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. من المنوط به القصاص؟ من الذي ينفذ القصاص حتى لا يتحول بس لحظة هذا الموضوع سنتطرق إليه مطولا مع حضرتك، ولكن نعم. اليوم نحن أمام حالة معينة، وحضرتك يعني أمين العام للجنة الدعوة والمصالحات بمشيخة الأزهر، يعني حضرتك أنت تتبنى أو تشرف على المصالحات على كل لجان المصالحات بمصر. طيب كويس، يعني أحسن نعم. وأحسن. نعم. قدامنا حالة، هالحالة علنا بتعتبرها أنه من العيب أنه هو يطلب المصالحة مع الفريق الآخر أو أن يقبل مصالحة الفريق الآخر، وممكن تكون العائلة الثانية كمان عندها نفس التطلع، ولكن هذا الموروث اللي تكلمنا عنه هو اللي بيمنع الحج وغيره أنه يقدموا، لأنه ممكن يكونوا من العقلاء. يعني نحن قدامنا شخص من العقلاء الذين يريدون إنهاء هذا الدم، ولكن الموروث هو الذي يمنعه. حضرتك شو الدور اللي فيك تلعبه من أجل أنه تتم المصالحة بين الشيخ بين الحج عبد العزيز وبين العائلة الثانية، ونضع حدا لهذا الدم وللقتل بين العائلتين؟ أولا الاعتذار بالنيابة عن عائلته لأهل المقتول، لأنه هو رايح له شاب. أنا أقول لك لم يكن القاتل المقتول هو الذي قتل ابن الحاج عبد العزيز، ما ذنبه؟ لابد أن يتبرأ هو أولا ويعتذر عن هذه، ثم يقبل نصح الناصحين ودعوة أهل الخير لإنقاذ يعني العائلتين من دمار يطول أمده ويطول زمانه ويتعدى إلى جميع أفراد العائلتين، بل ربما يتعدى إلى الآخرين والعياذ بالله رب العالمين. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يقبل الصلح، وهؤلاء من خلال لجنة المصالحات والوجهاء والحكماء يقبلون دعوة الله عز وجل وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ نعم. وتتم المصالحة بأمر الله عز وجل عن قناعة نفسية دينية راضية بقضاء الله وقدره. شكرا. دكتور أحمد، نعم. في حالة مماثلة ماذا نستطيع أن نفعل من أجل إنهاء؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين. مشكلة الحاج عبد العزيز أحد المشاكل اللي هي كثيرة عندنا في أسيوط. دائما وأبدا لما بتحدث هذه المشاكل، بس عذرا، بس نادرا أو قليلا جدا ما تجد شخصا عاقلا يعرف مخاطر وتفاعلات هذه القضية. ما هو يعني حضرتك أنا من خلال الأشخاص اللي قابلتهم في ناس حادين جدا، ما يعني هو لا يقبل في التفاوض. حضرتك هو عاقل دلوقتي لأن هو من وجهة نظره أخذ حقه في الدم. نعم. فأصبح إن هو دلوقتي مالوش دم، فعايز يرتاح. هو دلوقتي في القضايا عنده أبنائه في السجن والطرف الثاني في السجن، فبيقول أنا خدت حقي في الدم، فأنا محتاج دلوقتي
احنا اتدمرنا، هو اتقتل وانا اتقتلت دلوقتي، وهو اتخرب بيته وانا اتخرب بيتي، والسجون منتظراني. في الحالة العامة دي الطرفين ما بيلجأوش، ممكن الطرفين بيبقى محتاجين يصطلحوا بشراهة، ولكن ما بيعلنوش حضرتك، لأن عندنا صحيح. طبعا عزة النفس. فعندنا طبعا لجان الخير وأهل الخير من المصالحات بتتدخل، ولابد المصلح يدخل بداخل أحشاء كل طرف عشان يقدر يحقق أغراضه ويقدر يقنعه. هو في حد ذاته ممكن الحاج عبد العزيز يكون عايز يرتاح وعايز يتصالح، ولكن لا يمكن بشتى الوسائل يقول لك عايز اصطلح طبعا، ولا يمكن هيبعت لك. علنا. يعني احنا على مشاكل كتيره جدا متماثله معاليك، الاطراف في السر يبعتوا لنا عايزين نرتاح، ولكن لما نيجي نتفاوض بتكون المفاوضات شرسه جدا جدا في العلن، وخصوصا لما يكون متواجد اهل القريه والناس المحيطين. احب اوجه فعلا، احنا في الصوت عاملين نموذج رائع جدا 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 مع معالي مساعد الوزير مدير الامن، عاملين حصر لجميع المشاكل الساريه في محافظه اسيوط. غالبا السنتين اللي فاتوا تقريبا حلنا ما يعادل 60% من مشاكل الصقر، وعملنا كل مركز حقيقه عمل حصر لعدد المشاكل في القرى، واللجان طبعا شغاله. وعلى فكره انا احب اوجه اهل الخير اللي هم بيشتغلوا بصفه غير رسميه اكثر فاعليه من اللجان الرسميه، لان اللجان الرسميه بتاخد طابع ورقي وطابع روتيني وطابع غير منهجي، ولكن اللجنه اللي هي الاهل الخير اللي بيعمل الحاجه دي بدافع الخير فبيكون اكثر ديناميكيه واكثر حركه. حضره اللواء، ايوه هو يعني انتوا فين بالوقت اللي الناس هي عم تاخد طار بعضها وتحصل حق الدم بعضها البعض؟ يعني انتوا فين كأمن كدولة كقانون؟ هو حضرتك يمكن بعد 25 يناير كان في هروب كبير للأسلحة وخاصة في الصعيد. نعم. ده اللي بيشجع الأشخاص إن هم يتعاملوا بالسلاح، وسرعة التعامل بالسلاح بيؤدي إلى الصقر. بالإضافة حضرتك إن العادات والتقاليد اللي في الصعيد زي الحاج عبد العزيز كده بيتكلم، لازم بياخد يتعامل بسرعة، بحيث إن هو ضرب واحد وتوفى. واخد بال سيادتك؟ فدلوقتي النهارده ان العادات والتقاليد اللي موجوده في الصعيد والموروث الثقافي بيأثر على كل الحالات اللي موجوده. بالاضافه حضرتك ان سرعه اتخاذ القضاء في الاحكام بيخلي المواطن الموجود بيحس ان هو مش هياخد حقه سريعا، فبيحاول ياخد حقه بايده. طيب انا سؤال بدي اساله، هل أنتم كدولة كأجهزة أمنية تابعة للدولة تتدخلون في المصالحات؟ لازم. هو في حضرتك يعني لجنة بتفوتوا في المصالحات؟ في لجنة اسمها لجنة المصالحات بالتنسيق مع المحافظة. نعم. حضرتك اللجنة دي حضرتك طالما في دم موجود المفروض اللجنة دي بتفعل. بالإضافة إن أجهزة البحث اللي موجودة في المديرية التابعة لها الحادثة بتنتقل على طول لحد من وجود السلاح، وفي نفس الوقت محاولة التقريب ما بين الطرفين. حج، بتحب تقول كلمة أخيرة قبل ما تغادرنا؟ يعني بتحب توجه رسالة لحدا معين؟ الجأوا إلى الله سبحانه وتعالى وتحابوا وابعدوا عن الثأر، لأنه دمار للإنسان ماديا وجسمانيا. ولا ابن أخوك اللي أخذ بالثأر بتقول له شو؟ والله ربنا يصلح حاله وحال المسلمين. هل ممكن أن تتبرأ مما فعله؟ ده هو يعني أنا يعني هو بالنسبة للوالد أخويا ما أعرفش أنا هو اللي ضارب ولا ما ضاربش، ده هم مسمين ابن أخويا وابني وابن أخويا الثاني. هني متهمينهم بس من دون ما في أي شيء بيأكد. الله أعلم. بعد الفاصل حالة وتجربة جديدة نستمع إليها من صاحبها، ابقوا معنا.